وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو السابع من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ. في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالعلامة الثالثة. هذه العلامة هي من جملة العلامات التي تتعلق بالدواء، وقد ذكرت في الدرس الماضي عدة مسائل، وأول هذه المسائل أن تقسيم المسائل إلى مسائل علمية وإلى مسائل عملية، نحن لا نعترض على هذا التقسيم إن كان المراد منه التسهيل والتدوين وغير ذلك من المقاصد. أما إن كان المراد التعطيل والتضليل فنحن ضد هذا التقسيم. وخلاصة هذه المسألة كما بينت بالنص وبكلام أهل العلم أن كل مسألة علمية هي عملية، وأن كل مسألة عملية هي علمية. ثم انتقلت إلى مسألة أخرى، ألا وهي: هل الحق يتعدد في المسألة الواحدة، أم أن الحق في كل مسألة واحد لا يتعدد؟ بينت أيضا هذه المسألة، وبينت أن الحق يستحيل أن يتعدد في المسألة الواحدة، بل هو واحد. وبينت أن هناك إجماعا على هذه الجزئية، بل أن الأئمة الكبار قد أجمعوا على هذه الجزئية بعد الصحابة، ولكن كثير من الناس يغفل عن هذا الإجماع. وقد بينت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجزئية، وخلاصتها أنه قال: خرجوا عن نصوص أئمتهم فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال. هذا هو الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله، وهو الذي يتمشى مع الإجماع السابق، يتمشى مع النصوص، يتمشى مع صريح المعقول. وختمت الكلام بأن العالم إذا اجتهد وبذل الوسع
فإنه بين شيئين، إما أنه مصيب في حكمه وإما أنه مخطئ في حكمه، وعلى كل حال فهو يتردد بين أجر وأجرين، فإن كان من المصيبين فله أجران، وإن كان من المخطئين فله أجر واحد. وبينت أن من تخلف في حقه شرط من هذه الشروط كان آثما، فلو كان عالما ولم يبذل الوسع فهو آثم، وإن كان من غير العلماء وبذل الوسع فهو آثم وإن أصاب الحق. هذه مسائل ولله الفضل والمنة محسومة عند أهل السنة. المسألة العظيمة التي هي بيت القصيد في كل المسائل تقريبا، بل وهي مناط الاختلاف بين التيارات المختلفة وسبب ضلال هذه الأمة، وأخص بالذكر في هذا العصر، هي المسألة التي تسمى بالاختلاف والاجتهاد، مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد. فقد خرج علينا في القرون المتأخرة أن مسائل الخلاف لا يجوز الإنكار فيها، وقد ضربت بذلك على ذلك مثالا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله كما في كتابه إحياء علوم الدين، وأنه يقول بأن الحنفية مثلا لا يجوز أن ينكر على الشافعي كذا وكذا، وأن الشافعي لا يجوز أن ينكر على الحنفي كذا وكذا إلى آخر ما قال من الكلام. وقد بينت الصواب فيما ذكره، وقلت بأن هذه الطريقة تؤدي إلى تعطيل أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضربت عدة أمثلة، ومنها مثلا أن من قال بأن نكاح المتعة حلال لا يجوز أن ينكر عليه، وسلفه في ذلك مثلا أن ابن عباس كان يقول بهذا الكلام في بداية أمره قبل أن يستدرك علي عليه، أو أن بعض المتأخرين يزعمون بأن الله بذاته في كل مكان فلا ينكر عليهم هذا، يقولون بأنه بذاته في كل مكان، وهذا ضلال بعيد، نسأل الله السلامة والعافية. أدخل في صلب الموضوع، ألا وهو مسائل الاختلاف والاجتهاد. اعلم يرحمك الله أن المسائل الشرعية على قسمين، القسم الأول مسائل متفق عليها، والقسم الثاني مسائل مختلف فيها. مرة ثانية، المسائل الشرعية على ضربين: مسائل اتفق الناس عليها، ومسائل اختلف الناس فيها، وأعني بالناس أهل العلم قطعا. فأما بالنسبة للمسائل المتفق عليها وهي القسم الأول، وهي المعروفة بالمسائل المجمع عليها، سواء أكان إجماعا قديما، أعني إجماع طبقة الصحابة، وهو قطعا لا ينقض بأي حال من الأحوال، ولا يتصور بعده إجماعا ينقض هذا الإجماع أصلا. أما الإجماع بعد عصر الصحابة كما تعلمون نحن لا ننكره، ولكن نقول بأنه متعذر غالبا. فالمسائل التي من هذا القسم لو نظرت إليها يجب على من خالفها أن يتراجع عن قوله،
ويجب على من علم أن معينا يخالف مسألة من المسائل المتفق عليها وجب عليه أن ينكر عليه، وهذا باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر هذه الجزئية: المسائل التي من هذا القسم، أعني المتفق عليه، يجب الإنكار على المخالف مهما إن كان، وذلك باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت جزئية في هذا القسم: ما هي المسائل المتفق عليها تحت هذا العنوان؟ هذه المسائل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا في مسائل العقيدة، ولم يحفظ أنهم اختلفوا في مسألة واستقر الخلاف. حفظ عن بعضهم أنهم اختلفوا في بعض المسائل، ولكن كانت نهاية المطاف أن أحد الفريقين سلم للفريق الآخر، فأصبحت من زمرة المسائل التي أجمعت الأمة عليها. فأجمعوا على توحيد الربوبية بمعناه كما سيأتي، أجمعوا على توحيد الألوهية، أجمعوا على توحيد الأسماء والصفات كما سيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فهذه الجزئيات قد اتفقوا عليها تماما، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى كل الأسماء الحسنى، أثبتوا لله سبحانه وتعالى كل الصفات العلى، أثبتوا الاستواء استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، أثبتوا النزول بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى. اتفقوا على أن الله عز وجل من صفاته أنه يغضب، ونحو هذه الأمور التي سنحكيها بأدلتها التفصيلية من كتاب وسنة وإجماع. طالما أن هذا القسط قد اتفقوا عليه، قلت أنفا لا يحل لمسلم أن يخرج علينا بقول يخالف هذا الإجماع، فمن خرج علينا بخلافه وجب عليك طالب العلم أن تنكر عليه ذلك، وأن تبين خطأه بذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باتفاق الأمة كما سبق. بل إن كثيرا من المسائل العملية قد اتفقت الأمة عليها. هذه المسائل بعضها في باب الطهارة، وبعضها في باب الصلاة، وبعضها في باب الصيام، وبعضها في باب الزكاة، وبعضها في باب الحج، وبعضها في باب النكاح، وبعضها في باب الجهاد، وغير ذلك من الأبواب التي تختص بالأحكام العملية. وهذه أيضا يحل بل يجب عليك أن تنكر على المخالف. أذكر مثالين: كأن رجلا مثلا يزعم بأن صلاة المغرب يجوز فيها القصر، قلنا هذا الكلام مخالف لإجماع أمة محمد عليه وآله وسلم، فهذه من المسائل المتفق عليها، فيجب عليك أن تنكر على المخالف. معك إجماع سابق لا ينقض، معك النص الشرعي، بل معك عمل جميع الصحابة وسلف أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة هذه المسائل أيضا كما سيأتي جواز المسح على الخفين، فهذا وإن كانت من المسائل العملية الفقهية
فقد عدها الطحاوي رحمه الله من شدة خطورتها انها من باب الاعتقاد، فذكرها في العقيدة الطحاوية بان مذهب اهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، وهذا ثابت لا محالة، وموضعه الفقه كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اذا هذا القسم هام يجب عليك ان تطلع على اجزائه حتى لا تتورط في اثبات حكم يخالف الحكم المتفق عليه. لذلك اهل العلم الذين باعوا انفسهم واموالهم وديارهم لله تبارك وتعالى كانوا يقولون يجب على من يتصدر للعلم ان يحفظ مواطن الاجماع. لما؟ حتى لا يخرق هذه المواطن. نرى كثيرا من الناس يخرقون مواطن الاجماع في مسائل اخص بالذكر منها مسائل العقيدة، فقد خرقوا فيها الاجماع لا محالة في ملايين، واعي ما اقول ملايين المواضع، ما منها مثلا الجهمية لا يثبتون لله تبارك وتعالى اسماء حسنى ولا يثبتون صفات عليا، وها هم الاشاعرة لا يثبتون لله تبارك وتعالى الا 7 صفات وينكرون بقية الصفات. هذه المسائل منقوضة باجماع سابق، لا يحل لمسلم مهما ان كان ان يقول بخلاف هذا الاجماع. القسم الثاني مسائل مختلف فيها، واريد قبل ان اخوض في هذا القسم ان انصح نفسي واياك بنصيحة. لا بد وان تميز بين شيئين: ما اختلف فيه الصحابة وما اختلف فيه من هم بعد الصحابة. فالذي اختلفوا فيه بعد الصحابة لا ينظر اليه. لما؟ لان اتفاق الصحابة سابق له، فلا عبرة بهذا الاختلاف. وان تدبرت هذه الكلمة البسيطة وجدت ان مسائل الخلاف قد انحصرت في ابواب قليلة جدا 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 في الفقه، لان معظم الخلاف نشأ كما بينت فيما سبق ان بعض الناس قد ابتكروا شروطا لتعطيل احاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ابتكروا طرقا لتعطيل دلالة الاحاديث وما تضمنته من احكام، ابتكروا طرقا لتأويل ايات الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من الاشياء. وهذه الامور لم تكن في عصر الصحابة، بل هي في طبقة بعد عصر الصحابة. فاذا نظرت الى مسألة وقيل ان فيها خلافا، انظر ماذا قال الصحابة في هذه المسألة. ان كان الخلاف موجودا قلنا انها من مسائل الخلاف كما سيأتي، وان لم يكن قلنا هذا خلاف مسبوق باجماع فلا يلتفت له باي حال من الاحوال. هذه المسائل المختلف فيها على نوعين: النوع الاول ما يسمى بمسائل الخلاف، والنوع الثاني ما يسمى بمسائل الاجتهاد. اذن لو تعرضت لمسألة شرعية عليك ان تبحث في الآتي: هل هي
من المسائل المتفق عليها أم من المسائل المختلف فيها؟ هذه واحدة. فإن وجدتها من المسائل المتفق عليها إذن عليك أن تتبع من سلف فيها. وإذا رأيت أنها من المسائل المختلف فيها نظرت هل الاختلاف كان في طبقة الصحابة أم بعد طبقة الصحابة؟ فإن كان في طبقة الصحابة فلا تلتفت للخلاف، فإن كان بعد في طبقة الصحابة نظرت نظرة أخرى، هل هذه المسائل من مسائل الخلاف أم من مسائل الاجتهاد؟ وهذا فرق كبير لما غفله بعض الناس ضيع نفسها وضيع من وراءه. لذلك وجب علينا أن نبين الفرق بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد، بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد. اولا او النوع الاول مسائل الخلاف، وهذه المسائل على صورتين. هذه المسائل على صورتين. الصورة الاولى احد الرأيين يوافق النص والرأي الآخر يخالفه برأيه. واضح هذه الجزئية؟ النوع الأول مسائل الخلاف، وبينت أن مسائل الخلاف على صورتين. الصورة الأولى أحد الرأيين يوافق ماذا؟ يوافق النص، والرأي الآخر برأيه وليس معه نص شرعي. أذكر بعض الأمثلة حتى تطمئن على هذه الجزئية. أولا أو المثال الأول أن تسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، هل يتم صلاته أم لا؟ جاء إليك رجل فسألك هذا السؤال. رجل أدرك من صلاة الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، هل يكمل الصلاة ويأتي بالركعة الثانية أم لا؟ فتقول أنت لا يتمها. فقال الآخر بل يجب عليه أن يتم هذه الصلاة. فالذي قال يجب سئل من الأول ما دليلك على ذلك؟ فقال حديث رواه السبعة عن أبي هريرة. من هم السبعة؟ أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. وكما سبق أن البخاري وحده يكفي لإثبات أن الحديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا هات ما عندك، فقال قال صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فلو نظرت إلى هذا النص الشرعي وجدته في عين المسألة أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، سواء طلعت الشمس أو غربت الشمس بحسب الصلاة التي تصليها. فهنا ينكر على الأول. فهنا ينكر على من؟ على الأول. لما؟ لأنه خالف النص الشرعي، والمنكر متبع لماذا؟ متبع للنص، متبع لإمامك. لما؟ لأن الإمام قال إذا صح الحديث فاضربوا
بقول الحائط: وأنت يا من تركت النص لست متبعا لإمامك، فضلا عن أن الله تبارك وتعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. بماذا؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فنحن نحكم كما حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا لم يحكم من كيسه، بل حكم بما أراه الله، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا مثال لا بد وأن تنتبه له، وهي أيضا مسألة فقهية قد استفدت حكمها ودليلها. مثال آخر: أن تسأل عن رجل أكل وشرب في نهار رمضان ناسيا، هل يتم صومه؟ فتقول أنت: لا يتم صومه، وأنت لا نص معك أصلا، بل لو كان رأيك صحيحا سليما ما خالف النص الشرعي. فرد عليك آخر فقال: لا، بل يتم الصوم. قلنا: هات ما عندك. قال: روى الجماعة إلا النسائي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن لو أكلت أو شربت ناسيا في فرض، لأن الحديث يقول في رمضان، وفي نفل من باب أولى لأنه دون الفرض، فعليك أن تتم الصيام ولا شيء عليك. أما الذي يقول لا يتم الصيام هذا يعارض النص برأيه، فهنا ينكر عليه لأنه خالف النص، والمنكر عليه متبع للنص، متبع لمن؟ لإمامه. لأن الأئمة كما سبق تركوا وصية، والوصية واجبة النفاذ، ونقول: أنت يا من زعمت اتباع الأئمة فأنت المشين لهم، فلا النص اتبعت ولا وصية الأئمة نفذت. أما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مثال ثالث يبين هذه الصورة: أن تسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع هل حرام أم حلال؟ فتقول أنت: بل حلال، فتجوز أكل الكلاب مثلا، فإن الكلب من جملة السباع. تجوز مثلا أكل الهر وهو القط لأنه من جملة السباع، فقال صلى الله عليه وسلم: الهر 7. سئلت فأجبت بأنه حلال، فقال الآخر لك: لا، بل هو حرام. قلنا: ائتنا بدليل على صحة كلامك، وهذا هو الواجب عليك، ألا تسلم حتى تعلم قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل ألزمك بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني أحرم ما حرم الله
ألا وإن كل ذي ناب من السباع حرام. وفي رواية أخرى نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. إذن خصمك معه نص وأنت لا تملك نصا، إذن كلامك برأي، فهنا ينكر عليك يا من خالفت النص، يا من خالفت وصية من؟ وصية إمامك. أما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت السباع كالأسد كالنمر كالفهد كالكلب كالهر، وكل ذي مخلب من الطير كالحدأة اللي هي الحداية يعني، هذه أيضا منها كالنسر، هذه أيضا من ذوي المخالب فلا يجوز أن تؤكل. وبالجملة الحدأة أو الحداية هذه تقتل من الأشياء التي أمرنا شرعا أن نقتلها. أين؟ في حل أو حرم لا فرق، وجدتها في مصر اقتلها، وجدتها فوق البيت الحرام وتمكنت منها اقتلها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال 5 يقتلن في الحل والحرم، حديث رواه مسلم عن ابن عباس. 5 يقتلن في الحل والحرم لا تطع، الأسودان يعني العقرب والثعبان والحدأة والفارة والكلب العقور. وفي رواية أخرى 6 يقتلن في الحل والحرم، وذكر الغراب الأبقع، وذكر الغراب الأبقع. كل هذه الأشياء تقتل حلا وحرما. احفظ أمور تأتي لك وأنت جالس بدون كتاب، احفظ موجودة في صحيح مسلم رحمه الله. مثال آخر أؤكد على هذه الصورة، أن تسأل هل يجوز أن يقتل المسلم بالكافر؟ بمعنى أن مسلما قتل كافرا، هل يجوز أن نقتل المسلم لأنه قتل كافرا؟ فتقول أنت نعم. وإذا سألناك قلت الغرب ينظر إلينا، نحن نفرق بين المسلمين وغير المسلمين، وتعللت بأشياء هي تنزيلات الشياطين. فقال آخر لا ورب الكعبة ما جعل الله تبارك وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. قلنا ائتنا بنص في أم المسألة، فقال روى أحمد والترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. ولو كان هذا النص غير موجود لقلنا لا يقتل المسلم بكافر. لما؟ أي سبيل أعظم للكافر على المسلم إن قتل المسلم به؟ هذا أعظم سبيل، والله عز وجل ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهنا ينكر عليك، والمنكر معذور لما؟ لورود النص بذلك ولاتباع وصية إمامك، وأنت يرحمك الله ما عذرك؟ لا نص اتبعته ولا إمام رعيته. أما قال تعالى له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم، هذه مسألة ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان. مثال خامس يؤكد هذه الصورة: أن تسأل عما دون 5 أوسق هل فيه زكاة؟ يعني أنت عندك أرض زراعية تخرج غلة، فهذه الغلة تقاس وتكال بشيء يسمى أوسق، فلو كان دون 5 أوسق هل نخرج عليها زكاة؟ والوسق 60 صاعا. الوسق كم صاع؟ 60 صاعا. احفظ: والصاع 4 أمدد إجماعا. الصاع كم مد؟ 4 إجماعا. والمد ملء الكفين المعتدلين. الوسق كم؟ 60 صاعا، والصاع 4 أمدد إجماعا، والمد ملء الكفين المعتدلين. فلو حصدت زرعك ثم كلته فلم يبلغ 5 أوسق هل فيه زكاة؟ فتقول أنت: نعم، تجب فيه الزكاة. فقال أخوك: لا، بل لا زكاة فيه. روى الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صدقة فيما دون 5 أوسق. لا صدقة فيما دون 5 أوسق. إذن النص الشرعي مع من؟ مع خصمك. أما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا تقل على الله ما لا تعلم. هذه المسائل لا بد فيها من نص شرعي. مثال سادس، سأطول النفس معكم حتى تحفظوا هذا الكلام، لأنها مسائل فقهية وفي نفس الوقت تخدم ما نريد من هذه المحاضرات. أن تسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ بمعنى تركت بيتك وخرجت فقلت لابنك الكبير: أنت المسؤول عن البيت، ثم قلت لابنك الصغير: إذا خرج أخوك فأنت المسؤول عن البيت. إذن أخوك يتولى الولاية بشرط أم بغير شرط؟ بشرط. فالسؤال الآن: هل يجوز أو هل يصح تعليق الولاية على شرط أم لا؟ فتقول أنت: لا يصح. قلنا لا، وقال خصمك لا، بل يصح. ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أميركم زيد، أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. انظر إلى هذا الحديث: أميركم من؟ زيد، فإن قتل فجعفر. ولاية جعفر علقت بشرط أم لا؟ ألا وهو قتل من؟ قتل زيد. فلا يحل لأحد أن ينقض هذه الولاية بزعم أن الشرط لا يصلح كي تعلق عليه الولاية. لذلك أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انتبهوا، هذه صور في منتهى الأهمية لتحقيق وتثبيت ما نريده. أضرب مثال